الإمام الجويني رحمه الله، وده مشهور بإمام الحرمين، ذكر في كتاب غياث الأمم في صفحة 222 يقول: وما أقرب هذا المسلك من عقد من يتخذ من سنن الأكاسرة والملوك المنقرضين عمدة الدين، ومن تشبث بهذا فقد انسل عن ربقة الدين انسلال الشعر من العجين. بيقول إن الناس الآن بتتخذ الملوك والحكام الغرب على زمنه يعني مثل أعلى يستنوا بيهم ويقتدوا بيهم، فبيقول إن ده للأسف انتشر بين الناس، وده يعتبر خروج عن ربقة الدين، يعني رد يعني عن الدين. تاني بنقول اهو، يقول: وما أقرب هذا المسلك من عقد من يتخذ من سنن الأكاسرة والملوك المنقرضين عمدة الدين، ومن تشبث بهذا فقد انسل عن ربقة الدين انسلال الشعرة من العجين. الإمام أبي بكر الطرطوشي يقول في نصيحة أهل الإسلام في صفحة 194: فكل من لم يحكم بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى ومن عند رسوله كملت فيه هذه الأوصاف الثلاث اللي هي فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، أي الكفر والظلم والفسق. في تفسير القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وذكر فدل على وجوب اجتناب أهل المعاصي إذا ظهر منهم منكر. تخيل بقى الكفر بقى وتبديل الشريعة. ثم قال في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يقول: وفي هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع. نركز كده: فكل من بدل وغير أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد والعذاب الأليم. الإمام البيضاوي يقول في أنوار التنزيل صفحة 221: قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يقول: وكأنه احتج بذلك على أن الذي لم يرضى بحكمه وإن أظهر الإسلام كان كافرا مستوجبا للقتل. وتقريره أن إرسال الرسول لما لم يكن إلا ليطاع، ربنا بيقول في الآية: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فالرسل أصلا بعثت لتطاع، فإذا أهملت شريعة الرسل وأصبحت الطاعة لغير الرسل فده شرك بالله. يقول اهو: وتقريره أن إرسال الرسول لما لم يكن إلا ليطاع كان من لم يطيعه ولم يرضى بحكمه لم يقبل رسالته، ومن كان كذلك كان كافرا مستوجبا للقتل. الإمام البغوي رحمه الله يقول: جمهور العلماء قالوا أن الكفر في الحكم هو